بسم الله الرحمن الرحيم. عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ النهارده انا عايزك بس تركز معايا الكام دقيقه الجايين دول عشان نتكلم في كلام مهم قوي. والكلام ده والله يا ابني مش لا ضدك ولا ضدك انت كمان، ولا ضد الحب ولا الكلام ده كله. انا بس عايز افهمك وعايز اوعيك في ان الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بنصحك بوجهك للطريق الصح، مش ضدك ولا ضد اي حاجه حلوه انت بتعيشها. والله يا عم انا عايزك تفرح، عايزك تبقى مبسوط بس بالصح مش بالغلط. عايز اوعيك، مش عايزك تاخد الدرس بالطريقة الصعبة، مش عايزك تتعلم انك تغلط وتتعلم وتقوم بس بعد ما تتكسر ويتمسح بيك تراب الاسفلت. مش عايزك توصل للمرحلة دي. انا بوعيك بديك الطرق الصح تمشي عليها الخطوات الصح. وصلك الفيديو عظمة؟ يلا بينا كوباية الشاي المتينة بتاعتك وحصلني عشان نتكلم على رواقة. يلا بينا. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم يا بالله. سلام، كوباية الشاي دي بالدنيا وما فيها والله. بص يا معلم، صلى على النبي، صلى على النبي انت كمان. يعني كده كده احنا هنتكلم عليكم انتوا الاتنين. اخطر مرحله تضيع فيها وقتك والوقت ده انت تندم عليه قدامك والله. قدام هتندم على الوقت ده جدا. الوقت ده مهم جدا في حياتك وبيفرق جدا في حياتك، بس انت بتستغلوش صح. انت بتستغله في الغلط، بتضيع وقتك على الفاضي. الوقت ده يعني اخطر مرحله انا شايفها صعبه فعلا صعبه. الحب في المراهقة، أول حب، لا حب الحب الأبدي، الحب اللي إحنا بنعيش فيه كل حاجة، اللي هو بتعيش في درس السيد وهي الملكة وقاعدين في قصر ابني وابنك ونسموا عيالنا، والشغل الهبل اللي إحنا كنا بنعمله زمان ده. كل حاجة عشناها مع بعض. أنا عارف أنت عشت ده وأنا عشت ده وكلنا مرينا بالمرحلة دي، بس أنا جاي أنصحك إن المرحلة دي خطر، مش هتفيدك بحاجة. الحب اللي انتم مفكرينه حب ده مش حب والله، ولا والله ولا دي مشاعر، ده حب شهواني مبني على الشهوة. انت معجب بيها وهي معجب بيها، انت هي عاجباك فيها حاجات وانت عاجبها فيها حاجات واحنا الاتنين لنا مصلحة في بعض وفاهمين دماغ بعض. ما نحوروش يعني، احنا كده احنا فاهمين بعض يعني. صلى على النبي. تعالى يا حبيب اخوك، تعالى يا حبيبة اخوكي، نتكلموا بعيد عن الجماعة وبعيد عن الاهل على استفراد كده، على استنفراد كده لوحدنا. امين. وما تعيبش على الكلمة، هي انفراد، انا بتلخبط فيها مش مشكلة. تعالوا خلينا نتنين نتكلم. المهم بقى معلمين دلوقتي انتوا الاتنين الفترة اللي فاتت متلخبطين، مش مركزين، تايهين، ولف بينا يا دنيا واحنا فين وهم مين ومين دول. ايه انت لقيت حب عمرك، لقيت فتاة احلامك، لقيت الملكة، لقيت ام عيالك، وانت لقيت الملك والفارس والعضلات والعيال واللي راح واللي جه. طب وبعدين انا ممكن احلف على المصحف عادي ان العلاقه دي والله ما هتتم. اخرة الحب اللي انتوا فيه ده وجع دماغ معصار ربنا. انتوا كفايه بس ان هي حاجه بتغضب ربنا. الحاجه اللي بدأت على غضب ربنا ومعصيه لله، بدايتها بدأت اصلا غلط، نهايتها هتنتهي صح. اللي بدأ بمعصية ربنا هيخلص برضاء من ربنا. العلاقة دي مش هتتم، لأن العلاقة دي لو حلال ربنا هيوفقنا وربنا هيجازينا على اللي احنا بنعمله والشغل اللي احنا بنتعب له، وربنا هيرزقنا بالحلال. انما من بدأ بغير رضا الله وبمعصية ربنا هينتهي طبعا بطريقة مش هترضيك يا معلم، مش هترضيك. افهم كده، انا مش شيخ والله، انا لا شيخ ولا الدقن هنا ولا ماسك السجاده ولا الكلام ده كله. انا شاب زي اللي انت كنت فيه، انا كنت اوسخ منه، انا كنت العن منه، بس ربنا غفار وتواب وبيقبل التوبه. احنا نتوب، احنا نسعى ونتوب نفوق قبل فوات الاوان. اللي انا عايز اكلمك فيه، اخرة اللي انت فيه مفيش ليفل للطرق والسكك الوحشه، كلها بص فوق اطلع لها، مهما تطلع في اعلى واعلى واعلى واعلى. طب ويا صاحبي لما ندفن بالترابة ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لك؟ هنفضل في العلاقة الحرام دي كتير؟ اللي عايزك بس تفهمه وانت تفهميه ان العلاقة دي بالشكل السلبي هتأثر علينا كشباب في حاجة وكبنات في حاجة. انا هقول لكم جنبي. تعالى انت يا معلم نتكلم كرجالة مع بعض بقى. سابتك، خلاص فقدت الامل، وشك انقلب، لبست وش الجبس، ابوك وامك مش هتعرف تتكلم مع حد وبتتعارك مع اليمين والشمال واخواتك، خلاص هتطلع بره. حلو، طلعت بره. الكارثه من بدايه انك تطلع بره بقى. خلاص بعد ما طلعت بره نفسيتك زي الزفت ومخنوق، هتعمل ايه؟ هتروح تولع تشرب سجاير وتدخن ونفسيتي زفت وعلبة في التاني، ادمنت السجاير. ويا سلام بقى لو في الفترة اللي انت مخنوق فيها عشان حب العمر سابتك والحاجات الزبالة دي، يا لهوي حبيبي على قلب الشيطان بقى لو عندك كمان صاحب سوء. انت ضعت، انت هتتسحل في طرق وسكك وحشة هتهلكك، هتدمر مستقبلك.
دي النقط السلبيه بتاعت الشباب. تعالى بقى نخش للبنات. توأم روحك واللي اقرب من اخواتك اللي من لحمك ودمك المحاليل والكانولا. هتركبي الكاميرا وتعلمي محاليل ونهار، ضغطك واطي، زهقانه قرفانه في البيت عياط ليل ونهار، مش قادره، تعبانه، قرفانه، طفحانه، ما بتاكليش، قاطعه الاكل، وابوك وامك يعني تعبانين مش عارفين ايه مالك. ما طبعا مش عارفين ان حضرتك ملك جمال الكوكب، رئيس جمهوريه العالم سابق. الشرف، الشرف يا بنت الكلب، الشرف. حصل مشكله ومتعاركين مع بعض فتيجي معكنين على البيت كله. الحياه مش كده والله. عايزين نفوق شوية. أهم حاجة نركز عليها دلوقتي، ما تركزش على حد مش مضمون، ما تركزيش على حد مش مضمون، ما تركزيش على بني آدم، من الله أعلم بيه ممكن يموت، ممكن ما يكمل، كده كده مش هيكمل، فرضا كمل خير وبركة، بس البداية بدأت حرام أصلا، وهتتحاسبوا فعلا لما تتجوزوا والله أعلم. أنا ما أعرفش بعلم الغيب ولا أنتوا تعرفوا بعلم الغيب. بس اللي احنا بنتكلم فيه، بدل ما تركز على حد وتنزف مشاعرك، انت بتنزف، انت مش لا انت بتنزف بحر مشاعر، وانت بتنزفي بحر مشاعر بتضيعوها. انتوا بتضيعوا مشاعر على الفاضي على الهوا من غير ولا شيء كده، بتضيعوها لله. ده ما ينفعش. انت هتفوت تركز على نفسك، تشتغل على نفسك. الحب ليه وقته يا صاحبي وهيجي، الحب ليه وقته هيجي لك برضه. لو اشتغلت على نفسك هتلاقي الايام بتعدي تجري. انت مش فاضي اصلا الحاجات دي، ما انتش فاضي تعمل الحاجات دي، ما انتش فاضي تتكلم وتهتم ولا انت تتكلم. انت مركز على نفسك، مركز على مستقبلك، مركز على حلمك، اولوياتك، عشان اهلك، عشان صحتك، عشان ده حرام ان انت تعمله فمش هتعمله. فانت مركز على نفسك. الحب هيجي وقته. الحب بالحلال احلى، اي نعم الحلال احلى بس سحله زي ما بيقولوا. بس معلش يعني لما اتعب واشقى بالحلال هعرف قيمته، هعرف ازاي انا تعبت عشانها، هعرف ان الحلال احلى فعلا بطعم. انما انت وانت بتعيشوا اللي في الحلال في الحرام، بتاخد نصيبك اللي في الحلال بالحرام، وده غلط. مش هتحس بقى بالحلال وهيبقى فيه مشاكل قدام والكلام ده كله. انما الحلال احلى، ايوه الحلال احلى لما تتعب، ايوه الحلال متعب بس الحلال ممتع، كفيل انه يدخلك الجنه. يكفي ان الحلال حلال ربنا، ربنا راضي عنكم، ده حلال ربنا كفايه، مفيش كلام تاني يتقال، ده حلال ربنا. انا عايزك تفوق والله بجد، انا ما فيش كلام تاني اقوله غير انك تفوق وانك تفوقي. اول حاجه تركزوا على نفسكم تفوقوا كده. مستقبلكم اهم، حياتكم اهم، سيبك من الكلام الفاضي ده كله، الكلام ده مش هياكل عيش ولا يعمل اي حاجه ولا يعمل لك مستقبل. تاني حاجه، حاجتين اهم نصيحتين في حلقه النهارده، انك ما تزعلش على شخص فقدته، ولا زعل شخص. اعرف قيمه نفسك، اللي يغور يجي مكانه طابور. اهم حاجه نفسك يا جدع، انت بالكل. اعرف قيمة نفسك، الكل يعرف قيمتك. اعرف قيمة نفسك، ارفع من نفسك، الكل يرفعك. انت كذلك برضه. اعرف قيمة نفسك، مش اي حد هو راح وجيت تزعلي عليه، ما يغوروا، كلنا بشر، كلنا تراب. وفي ختام نهاية حلقتنا النهاردة هرمي كلمة بس كده، عايز اشوف الناس فهمت منها ايه وهتستنتجوا منها ايه. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف. اللاعب اللي يتخلى عن فريقه ويروح فريق تاني ويجيب جون او هدف في فريقه الاولاني ويحتفل، ما تحبوش. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصلت لحد هنا يا عظمة، أنا مستنيك في الكومنتات تقول لي إيه اللي فهمته من العبارة دي وإيه اللي استنتجته منها. ما تنساش اللايك وتشترك في القناة ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد أول بأول، ودعمني عشان أستمر والجديد شديد. سلام.